من أجل مصلحة تهمنا جميعا، وإننا نأمل أن نجمع شمل هذا الجنوب من أهل فزان ليجتمعوا لمناقشة مواضيع تتعلق بهذا الجزء من هذا الوطن، والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ويشكل أهمية استراتيجية وجغرافية ومن ثم ديمغرافية، تمثل أهمية تلزم القيادات والهيئات السيادية بهذه الدولة أن تهتم بهذا الجزء وعدم تهميشه، سواء على الصعيد السياسي كالانتخابات أو الإداري في هذه الدولة. وإننا إذ نتطلع جميعا لغد مشرق ملؤه الود والأخوة والسلام، ولأن مصلحتنا واحدة، فإنه يتحتم علينا أن نتحد ونوحد الخطى والأهداف لتحقيق مصلحة فزان على وجه الخصوص، ومصلحة الدولة الواحدة المتماسكة ليبيا على وجه العموم خصوصا، وأننا نبني ونؤسس لقيام الدولة في هذا الوقت، ونأمل أن تتشابك أيدينا وتتحد قلوبنا في هذا الملتقى للخروج بتوصيات وقرارات مهمة تعمل من أجل أجيالنا ووحدة ليبيا الحبيبة. بني وطني، حين تجرأ الطغيان يقذفكم بمن أنتم تصدرتم وقررتم بأن رجالها أنتم، فهل أنتم كما كنتم؟ نعم، أنتم كما كنتم ولا زلتم جنود الله، لا أحد يقاومها ولا أحد يماثلها سوى أنتم. نأمل المشاركة من الجميع بعون الله تعالى، وأن تكونوا بعون الله حللتم أهلا ونزلتم سهلا بفزان بلدكم وبلدنا، ثم في